السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اهلا بيكم في قناتكم اسكندرية اليوم. الرحاب معمر، يوم جديد من ايام جولاتنا في اسكندرية، لكن النهارده الجولة مختلفة، لا فسح ولا شقق ولا اسعار. هنكمل المحتوى اللي بدأناه من بعد الحادثة بتاعة الشاطبي. تمام. كتير جدا الحمد لله، الفيديو عليه تفاعل كبير، تعليقات، مشاهدات، عدى ال 55,000 مشاهدة تقريبا. مش فرحانة بالمشاهدات من انها يعني مشاهدات ومكسب للقناة والكلام الفاضي ده. انا فرحانة ان الناس شافت الفيديو، وفي ناس فعلا استفادت من الفيديو، يمكن ناس تاخد عظة وعبرة. والغريب ان في ناس قالت لي احنا ما كناش نعرف ان في انفاق. طبعا دول ضيوف اسكندرية، الاشارات واضحة جدا. تعليقات كتيرة جت على الفيديو، تعليقات إيجابية معظمها بتدعي للناس وتترحم عليهم، وفي تعليقات سلبية انتقدت حتى الناس وطلبت بمحاسبة الناس اللي نجوا من الحادثة، اللي هم المصابين يعني أبناء الأسرة. حاجة غريبة جدا، استعجبت لها. وفي ناس قالت ده مش عارفة ايه، وده في ناس تحملت على الناس اللي توفت والمصابين، وفي ناس دعت لهم بالراحة. تعليقات كتير جدا، لكن لفت نظري أكبر تعليق يمكن جاء عندي على القناة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك بالذات. أنفاق اسكندرية، الأنفاق كلها بلطجية ومتشردين وشحاتين ومظلمة، وما بنقدرش نعدي وبنخاف ومرعبة. ليه؟ احنا فين؟ مفيش الكلام ده يا جماعة. لكن النهاردة أنا نازلة بقى عشان أخد لكم الكورنيش من أوله، نوريكم برضو تعليق من ضمن التعليقات اللي جات، ان العصافره والمنظره ما فيهاش اشارات بعد التوسعه اللي حصلت. التوسعه اللي حصلت 5 حارات رايح و5 حارات جاي. وفي تعليق جالي فعلا ان بعد التوسعه من زمان، مش من دلوقتي، يمكن من التسعينات، التوسعه كورنيش البحر بعد كده بقى في حوادث، لان الناس بتجري السرعه على الكورنيش. وعذرا يعني ان كنت اخطات في الفيديو اللي فات. 60 كيلو، هي فعلا 60 كيلو، وانا قلت كانت اعلى. لا، الناس قالت لي لا، هي طول عمرها 60. انا جايه راكبه مع مشروع ماشي 60، يعني لو الناس كلها تمشي 60 كده عمر ما هيحصل عندنا حوادث في اي حته في مصر، مش في اسكندريه بس. تمام. من ضمن التعليقات ان مفيش اشارات في العصافره والمنظره بعد التوسعه. ادي الطريق قدامنا اهو، 5 حارات رايح 5 حارات جاي، واقفين قدام سور المنتزه، ورانا ادي كده شيراتون المنتزه. تمام. وادي الكورنيش من اوله من جوار اسوار المنتزه، واحنا لسه في الصوره واقفين. ادي اول اشاره عند شيراتون المنتزه. هنعمل ايه عشان نلم لكم الكورنيش ونحاول على قد ما اقدر، احاول لسه مش عارفه الفيديو هيروح بينا فين. ننزل انفاق اللي اتقال عليها بالذات نفق جليم ونفق لوران، هنحاول ننزل نفق منهم ونشوف هو فعلا مظلم ولا لا. يمكن كلامكم صح، انا بستعمل الانفاق بتاعت سيدي بشر، بتاعت الابراهيميه وسيدي جابر وكليوباترا، عمري ما شفت نفق في الكلام اللي اتقال ده. تمام. هنروح، وقبل ما نروح هنترحم على المتوفيين المصابين في المستشفى، وحتى الان ما يعرفوش ان اهلهم الاب والام توفوا، الله يرحمهم يا رب. امبارح كان في حادثه تاني في الابراهيميه على البحر، شباب بيعدوا بنفس الطريقه. بعد الحادثه اللي احنا صورناها دي بساعتين كان في حادثه تانية، بس دي كانت تهور في السرعه، ناس قاعده حتى كرسيين، عدت العربيه خبطت. انا ما رضيتش اتفرج على تفاصيل حوادث، لان بجد الحادثه دي تعبتني زي ما تعبتكم وشفتوا الفيديو عامل ازاي. لكن احنا نعمل ايه ونقدم ايه ويكون في ميزان حسناتنا؟ تعالوا نقول لكم الاشارات فين، ونقول لكم طبيعه كورنيش اسكندريه. يلا بينا. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الاتوبيس الاحمر السياحي، لكن مش زي الجوله، مش سياحيه زي ما قلنا، جوله رشاديه ليكم في ميزان حسناتنا يا رب. ادي اهو شيراتون المنتزه، ودي الاشاره اهي هناك، اول اشاره بعد الفندق على طول. تمام. هنشوف كم اشاره. انا عدهم وانا جايه من العصافره للمنظره 4 اشارات. الناس بتقول المسافه لازم تبقى اشارات اكتر، ما هو كده البحر مش هيمشي. لو حطينا بين الاشارتين دول اشاره تاني البحر مش هيمشي. وهنشوف الانفاق، وبين كل نفق والتاني اللي هو الطريق القديم موجود الاشارات. يلا بينا، هناخد الاتوبيس الاحمر، نحاول ناخد لكم منه لقطات ونشوف الكورنيش. اتحركنا يا جماعه. ادي بصوا اليافطه اهي 60 متر السرعه، ودي اول اشاره قدام. دايما هتلاقوا الاشارات قدام الشواطئ. ده شاطئ اسمه ايه؟ جول اهو. تمام. فين؟ يعني الاشاره جنب مزازيك، شارع طاحونه المنظره. ادي الطاحونه اهي. تمام. طبعا
طبعا احنا من امبارح كان الجو حر جدا، النهارده يعني ارحم شويه. الاشاره التانية هناك انا شايفاها. انا مش هقفل الفيديو عشان تشوفوا المسافه قد ايه بين الاشارتين. ادي شاطئ طحينة المنظره ده، وشاطئ اونلي. دي بوابه تانية لشاطئ اونلي، يعني احنا لسه في شاطئ اونلي نفسه. وادي الاشاره التانية، الناس اللي بتقول المسافه بعيده بين الاشارات، ادي الاشاره التانية، احنا كده في المنظره. وادي شاطئ برضو اونلي نفس الشاطئ. تمام، ادي الاشاره اهي. ده بقى شاطئ المنظره اهو، ب 20 جنيه، وفي ب 30 وفي ب 15 بقى قدام. داخلين بقى على منطقه العصافر. تمام، بعد النيوتيرن ده والاكوا بارك هنشوف معانا ايه اشارات تاني. والساعه كام؟ انا مصور دلوقتي يعني اذان الظهر اذن. ادي الاكوا بارك اهو اللي فتح ده على البحر، كان مش موضوعنا. ادي الاشاره التانية بعد منه، شاطئ القوات المسلحه اهو. الاشاره دي بقى فين؟ قدام فندق الورده البيضاء اهي. هنشوف الشواطئ، شاطئ العصافره. وادي البروفاج اهو، وادي الاشاره اهي فاتتني. استنوا كده نجيبها اهي يا جماعه، قدام شاطئ البروفاج. ده كده بقى شاطئ البروفاج، وندخل على اهي الشواطئ بتاعت ميامي. ماشي، طبعا ده نفق وكوبري السادات، يعني الانفاق هنا هتوصلكم للشواطئ، هتوصلكم للكورنيش، هتوصلكم لطريق البحر الشمال واليمين. يعني ما يعتبرش نفق واحد، دي كذا نفق في بعض يا جماعه اهو. تمام، ادي الناحيه الثانيه اهي، شارع 45 او شارع السادات. تبدأ معانا الأنفاق بقى من هنا أهو. ادي كده نفق، يعني مطلع للنفق بتاع 45 ومدخل، يعني كذا مكان في أنفاق بتنزلكوا على الشواطئ كمان على طول. تمام، احنا ده في ميامي مش في ستانلي عشان الناس بتفكر ده ستانلي. تمام، انا طبعا بصور من أول شباك. ادي شاطئ محمود سعيد. ندخل بقى هنا على الحته دي اللي لسه ما خلصتش. السور الحديد ده لما اتعمل زمان عشان كانت الناس بتعدي برده كان بيحصل حوادث. ادي كده نفق اسكندر ابراهيم يا جماعه. ادي النفق اهو، الناس اللي بتقولي مش عارفين يعني ايه نفق، ادي نفق بيطلعك الناحيه الثانيه ومن الناحيه الثانيه ويجيبك عند الشواطئ. ده كده نفق خالد بن الوليد اهو، لسه ما خلاص. تنزل من هنا يطلع شارع خالد بن الوليد او الناحيه الثانيه من الكورنيش. تمام، لسه الاعمال شغاله، دي توسعه جديده. تعال نشوف شاطئ فريسكا اهو، ده اشتغل ب5 جنيه الدخول اللي قدام جزيره ميامي. تمام، تشغيل كده مبدئي. وادي الجزيره اهي. هنا بقى الترن ده صعب جدا، يعني انا كنت بعاني منه وانا بعدي، لكن في اشاره فاحنا نتعب نفسنا بقى شويه ونطلع عند الاشارات. الاشارات بعد منه على طول. ادي بير مسعود. ادي الاشاره هنا كده. قدام شاطئ ميرامار السابق اللي بقى دلوقتي اسمه ماريا تقريبا، لسه مشتغلش. ادي اشاره تانية اهي كده بقى. احنا في سيدي بشر بيوصفوا الطريق. وادي اعمال الشواطئ، لسه شواطئ سيدي بشر ما اشتغلش فيها غير شاطئ سيدي بشر المميز اللي بقى اسمه شاطئ عروس البحر.
شايفين احنا لسه بنتكلم اهو، احنا لسه في سيدي بشر بنحكي لكم ايه اللي بيحصل في الشواطئ. الاشاره الثانيه اهي عند شاطئ ادوارد الخراط ده، كل ده كمان لسه ما دخلناش عند اشاره سيدي بشر. ادي اشاره اهي، الناس بتقول عايزين اشارات اكتر، مش هينفع اكتر من كده يا جماعه. تمام، ده كان شاطئ ادوارد الخراط سابقا، وادي اشاره سيدي بشر اهي، عنده فندق رمادة، مسجد، وحديقة سيدي بشر. تمام، ده شاطئ عروس البحر اهو، 15 جنيه فرد. ده مش الشواطئ كلها في اشارات وفي انفاق في المرحله اللي بعد كده. يلا بينا. نزلنا من الاتوبيس. تمام، ده شاطئ الفنارة سابقا. تمام، نكمل بقى ونروح نفق المحروسة ونروح نفق جليم، ندخل جواهم ونشوف هل فعلا زي الناس ما بتقول الأنفاق مرعبة وموحشة وكل الكلام ده. تعالوا بينا هنكمل الفيديو بتاعنا. بعد ما نزلنا من الأتوبيس ادي كده كوبري محمد نجيب، شواطئ اسحاق حلمي وناس حقي سابقا، في إشارة كمان اهي. تمام، قدام فين الإشارة دي؟ قدام شارع محمد نجيب. عدوا معايا الإشارات. لكن الإشارة دي يا جماعة لسه ما اشتغلتش، واضح طبعا لسه ما اشتغلتش. طبعا لغاية ما تشتغل بقى هنعدي على رجلينا، خلي بالكم. هنشوف وهنكمل مع بعض. دوسوا لايك لأن الجو صعب جدا وانا نزلت كان نفسي اكمل في الاتوبيس، لكن موضوع الفيديو مهم جدا. يلا بينا نطلع نشوف النفق بتاع الطفوله السعيده وبعد منه المحروسه، ونحاول كمان نروح لكم عند نفق جليم. وصلت اخيرا عند نفق الطفوله السعيده، شكله لسه في شغل. ادي شارع الطفوله السعيده اهو، شارع مدرسة الطفولة السعيدة، اسمها اتغير طبعا بقى كريم قصر أحمد طه الشهيد رحمة الله عليه. يلا بينا اهو شغال، هو في شغل لكن هم قالوا لي احنا بنعدي الناس. تمام، وهم شغالين كتر خيرهم في الجو الحر ده. ده شاطئ السرايا برضو مش شغال. وادي كده هنخش النفق ده وبعدين نروح عند نفق المحروسة ندخل نشوف ايه الأخبار. يلا بينا. هم يا جماعه الله يعينهم شغالين باقصى سرعه عشان النفق يشتغل. هندخل نشوف النفق، نفق جديد كان يعني بصوا مستحدث ده. خدنا لكم اهو نفق جديد، هنعدي الناحيه الثانيه بعد كده هنشوف مع بعض الانفاق القديمه. يلا بينا. فرد الامن شغال من دلوقتي اهو. طلعنا صحيح طلعنا ونزلنا سلالم، لكن طلعنا براحتنا بمنتهى الامان، حافظنا على روحنا وروح اولادنا. تمام، تعالوا بقى نشوف نفق المحروسه لان الكلام عليه كتير جدا برضو. نحاول لو فضل فيا نفس نشوف نفق جليم، مع ان انا عارفه نفق جليم وعديت منه، لكن عديت منه بالنهار. لكن ما بيفرقش النفق بالليل والنهار لان هو ضلمه. تمام، انا عديت فيه بالنهار زي الفل، وناس قاعده كده بسيطه بتبيع حاجات، لا بلطجيه ولا متشردين، ما عندناش الكلام ده. تمام، يلا بينا نروح عند المحروسه. وصلنا نفق المحروسه، لكن قبل ما ندخل النفق جالي برضو تعليقات ان احنا مش من اسكندريه وما بنعرفش مكان النفق، فالمفروض يبقى فيه اشاره او اي حاجه تقول نفق على بعد مثلا كذا، زي ما بنكتب طريق تحويله هدي السرعه. تمام، فاحنا بنوصل صوتكم اهو. هندخل النفق، هنعدي الناحيه الثانيه، ادي الناحيه الثانيه بتاعته، وهنحاول نروح نفق جليم اللي عليه الكلام انه غير مؤهل لعبور المشي. يلا بينا.
برضو فرد الامن قاعد اهو. يلا بينا عشان الناس بتقول مفيش امن. صحيح سلالم ياما او متعبه، لكن ارواحنا اهم واغلى. ادي النفق اهو. طبعا تقولي انت بتصوري بالنهار، لا ما هو بالليل بيبقى كده مفيش اضاءه لنور ربنا، يعني برضو بتبقى الاضاءه دي هي موجوده بالليل. شايفين سامعين صوت الناس ورايا؟ احنا مش بنعدي في صحراء عشان الناس تقول مرعبه، وبالليل نفس الاضاءه دي شغاله. يلا بينا. طلعنا من النفق. السلالم طبعا متعبه، وعندهم حق كبار السن ان يقولوا سلالم متعب، لكن زي ما قلنا ارواحنا اغلى. في نفق اهو اللي احنا طلعنا منه، وفي اشاره قدام شويه. يلا بينا نكمل ونروح نكمل الفيديو بتاعنا، وانا عايزه اروح نفق جليم. يلا بينا. ركبنا اهو يا جماعه، ادي الاشاره اللي جايه. شوف الفيديو مرهق ومتعب جدا، بس كله ان شاء الله في ميزان حسنات. صحيح بنمشي شويه، صحيح بنطلع سلالم، لكن هو ده المتاح، لان يعني شايفين العربيات قد ايه، يعني مش معقول هنعمل كل 10 متر اشاره. ادي اشاره اهي. فين الاشاره دي موجوده؟ اشاره لوران. الاشاره اللي بعديها اشاره ثروت عند شاطئ سان ستيفانو اهو، فندق وعمارات 26 يوليو. بعديها بشويه اشاره سان ستيفانو او الفور سيزون اهو، ودي الاشاره اللي الناس كلها قالت لازم يبقى هنا كده الاشارات زيها، في حواجز بتاعت المرور محطوطه، فبيجبروا الناس انها تعدي من عند الاشاره. بس كل مكان له طبيعته، هم ادرى. تمام. ادي الحواجز اهي زي ما احنا شايفين الاشارات من اول ما صورنا الفيديو، من عند المنظره متداخل معاها الكباري والانفاق. الانفاق يعني الكباري لا مفيش غير كوبري محمد نجيب عندنا. تمام. هنروح بقى دلوقتي نفق جليم، لكن واحنا ماشيين لو لقينا اشارات تانية هنصورها لكم. بصوا يا جماعه، يعني احنا ماشيين على سرعه 40 والطريق ماشي وجميل وسريع مش بطيء، ماشيين حلو جدا. دي كده 40 60 اعلى. السواق بقى حضرته كان ماشي سرعه 100. تمام. ادي النفق اهو، وهننزل هنا ونعدي. تعالوا بينا نشوف نفق جليم شغال ولا لا. يلا بينا. نفق جليم موجود فين؟ قدام شاطئ جليم. تمام. شاطئ جليم ورانا ابو 5 جنيه، جليم بي ورانا. ادي النفق اهو مدخل. ده شكل الانفاق يا جماعه، اللي مش في اسكندريه بيقولوا مش عارفين شكل النفق. شكل النفق اهو، وانتوا شيروا حبايبنا اللي موجودين عشان الناس تعرف. تمام. عايزه سواق بعمل فيديو عنكم. يلا. طبعا مش كل السواقين وحشين يعني، الا من رحم ربي. تعالوا كده ندخل النفق اهو. ادي ناس كبيره طالعه، مش عايزه اجيب وشهم، ناس طالعه بالعكاز. هندخل النفق. له مدخلين وله مخرجين، يعني لو عايز تطلع على الرصيف الناحيه الثانيه موجود، عايز تلف وتطلع الكورنيش من عند العمارات. ادي النفق اللي بيقولوا عليه مرعب، في بلطجيه ضلمه، بنمشي على الكشافات. الكلام ده ما بيحصلش، وانا جيت حبايبي طبعا على راسي معلقين لي، عشان كده نزلت تقديرا لتساؤلاتكم وتعليقاتكم اللي على القناه. تمام. ادي النفق اهو. نفق ايه؟ نفق جليم. يلا نطلع عشان انا عايزه اطلع على الطريق التاني اللي بيروحني. يعني حتى حط لنا لوح فنيه جوه النفق. تمام. زي ما انتم شايفين لوح تعبر عن اسكندريه. انا كنت عايزه اعمل لكم بس عشان محدش يقول في فبركه في مونتاج في الكلام ده، لكن البث كان هيقطع مني جوه الانفاق، وانا يعني من البدايه نازله على نيه ان انا ادخل الانفاق. تمام. طلعنا اهو جليم. وخلاص كده عرفنا النظام. نفق بعد منه اشاره، بعد منه نفق في المنطقه القديمه دي. من المنطقه الجديده من المنظره للعصافره زي ما شفنا، اشارات على طول الطريق. تعالوا بقى اوريكم حاجه حلوه نختم بيها الفيديو. الله، البحر والمراكب وريحه البحر واليود هنا عالي جدا بسبب الصخور دي. الصيادين واقفه
تصطاد. دي مراكب الصيد هنا، في زي مينا صغير. ده شاطئ جليم اهو، العام ب5 جنيه، واللي جنبه ده اعلى شويه، وده الكافيه اللي كان شماسي عملوه بالخشب كده، مش عارفه ازاي يعني. وادي جليم باي اهو، استمتعوا معايا بشكل البحر، ويا رب يا رب ما نسمع اي حاجه وحشه تاني. الواحد بقى يفتح النت يقول استر يا رب ما تحصلش حاجه. تمام. طبعا في عيال قاعده هنا اهي، ربنا يهديهم يا رب. نفق جليم، كورنيش اسكندريه، الطريق، الاشارات، تداعيات حادث الشاطبي. ما نتمناش اي حاجه تانيه تحصل. متشكره جدا جدا ليكم ولمتابعتكم. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وفعلوا الجرس واشتراك في قناتنا لو اول مره تشوفونا، وادعوا للناس بالرحمه وادوهم العذر، دول بين ايادي الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.